قبل المشاهدة، المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تأهل منتخب المغرب للدور الموالي من كأس إفريقيا 2023، وذلك عقب نتائج الجولة الأخيرة من المجموعتين الأولى والثانية، حيث لم يستطيع أي منتخب من تحقيق 4 نقاط في المركز الثالث، ويحتل منتخب المغرب المركز الأول في المجموعة السادسة ب4 نقاط، وهو ما مكنه من ضمان التأهل للدور الموالي. قبل لعب مباراة الجولة الثالثة، وفي مفاجأة مدوية، ودع منتخب غانا منافسات كأس إفريقيا، وذلك بعدما كان متقدما ب2-0 لغاية الدقيقة 90، بعدما نجح منتخب موزمبيق في تسجيل هدفين. من جهته نجا منتخب مصر من فخ حسابات الخروج بعد التعادل ب2 لمثلهما مع منتخب الرأس الأخضر، مستفيدا من الهدية الثمينة التي قدمها له منتخب موزمبيق. من جهة أخرى، يقترب منتخب كوت ديفوار من توديع المنافسات بعدما خسر اليوم ب4-0، حيث ينتظر نتائج مباريات المجموعات الأخرى. وإليكم نتائج مباريات الجولة الأخيرة عن المجموعتين الأولى والثانية. وفي كأس آسيا قطر 2023، نجح منتخب قطر في تحقيق الفوز الثالث في المجموعة الأولى، وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب الصين ب1-0. من جهته تمكن منتخب طاجكستان من التأهل للدور الموالي بعد الفوز على منتخب لبنان ب2-0. إلى إيطاليا، حيث حقق إنتر ميلان لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نادي نابولي، بعدما تمكن من الفوز عليه بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع من المباراة من توقيع لاوتارو مارتينز، لقب هو الثاني تواليا للروسينيري.